السلام عليكم الاخوان. مرحبا بكم كاملين معنا في هذا الفيديو. هذا الفيديو ديال اليوم اللي غادي نهضروا فيه على اخر مستجدات ديال الكره المغربيه اللي ابرزهم الخبر ديال اقاله وليد الركراكي والصحيح ولا فيك نيوز، وكذلك المباريات اللي تبرمجوا في شهر مارس في فيفا القادمه. الاخوان كلشي غادي تعرفوا عليه في هذا الفيديو هذا. اول نسمى واحد لايك كالعاده، سبسكرايب، عاد خلينا عاود ديال الكومونتيرات. ويلا ندوزو الاخوان الفيديو. ونبداو اولا الاخوان مع الخبر ديال اقاله وليد الركراكي. واولا نبداو مع اللي نوض الضجه هذه في الصحافه العالميه والمغربيه، اللي هو الصحفي سانتي اونا. صباح يوم الجمعه كيخرج لك حتى واحد التدوينه يقول لك فيها بان المدرب وليد الركراكي مباشره بعد كاس افريقيا قدم الاستقاله ديالو للجامعه الملكيه، والجامعه الملكيه رفضت انها تجاوب ديك الساعه، وكيدرسوا هذا القرار ديال اقاله وليد الركراكي. ولكن من بعد هذا الشيء هذا كامل كتخرج لنا الجامعه الملكيه بواحد البيان اللي كتنفي فيه هاد الاخبار هذه اللي خرج بها الصحفي سانجي اونا، وكتقول لك بان ما توصلت حتى شي استقاله لا ورقيه ولا كذلك عبر البريد الالكتروني، الشيء اللي كيأكد على ان المدرب وليد الركراكي ان شاء الله مستمر معنا في دات فيفا القادمه، وكذلك حتى يقودنا في نهائيات كاس العالم. امور كاس العالم فراه بنسبه 100% غادي يمشي بحال وليد الركراكي. اما بالنسبه للمباريات المنتخب الوطني المغربي اللي برمجهم في دات فيفا القادمه في شهر مارس، المباراة الأولى اللي غادي تجمع بمنتخب الإكوادور يوم 26 مارس في مدريد على أرضية سيفيتاس متروبوليتانو. أما بالنسبة للمباراة الثانية واللي غادي تجرى يوم 30 مارس، وبحسب بعض وسائل الإعلام أو الأغلبية كيقول لك أن المنتخب الوطني المغربي كيتجه لأنه يبرمج مباراة ودية أمام منتخب الباراغواي يوم 30 مارس كما قلت لكم. الملاعب المرشحة أنها تحتضن هذه المباراة هذه كاين ستاد دو فرانس، كاين كذلك بارك دي برانس، وكاين فيلودروم مارسيليا الاخوان. عموما هادشي هذا اللي كاين حاليا على الاخبار اللي كتروج على المنتخب الوطني المغربي. في الاخر ما تنساوش خليونا الاراء ديالكم الكومونتيرات، وما تنساوناش واحد لايك سبسكرايب، ويلا نشوفوا فيديو جديد.